خرافة كبيرة قوي وجهة نظري المطاعم والكافيهات. احنا اكبر بيزنس تعمل في مصر وفي الوطن العربي هو مطعم وكافيه. لما تسأل اي حد عامل مشروع يقول لك افتح مطعم وافتح كافيه، ليه؟ الناس مش هتبطل اكل ولا هتبطل شغل. دي خرافة اصلا على فكرة. واكتر بيزنس بيخسر وبيتقفل وتكلفته صعبه وادارته صعبه هي المطاعم والكافيهات. طب احنا ليه بقى شايفين ان هو سهل ومنكتره؟ عشان انا بعرف اعمل شاي في البيت، عشان انا بعرف اعمل بيض في البيت، عشان بعمل احسن طبق بيكاتا في البيت، عشان بعرف اعمل محشي في البيت. فانا متخيل ان انا هعرف افتح مطعم عشان انا عملت اكل وبعمل شغل، او عشان انا متخيل ايه نيتها، يعني هجيب ناس تشتغل لي وتعمل لي 1 2 3 4. المشاريع دي على فكره من اصعب المشاريع. مشاريع المطاعم دي انا دايما عندي فيها جمله: مشاريع يعني اللي ملوش اهل. هدلنا 24 ساعه في الشارع، داخله في تفاصيل كتير جدا وهامش ربحها مش زي ما الناس متخيله. اقوى مطعم في وجهه نظري لو قدر يحقق 7% نت بروفيت، لو هو عنده ارقام صح، ده واحد ناجح جدا. فمشاريع المطاعم والكافيهات يا جماعه مش بالسهوله الناس متخيلها. يعني بلاك هول لا يعلمها الا الله. نصيحه: ما تقدرش يكون المطعم والكافيه من اول اختياراتك وانت بتعمل بيزنس.